اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. الحقيقة في الحلقة دي او في الدردشة دي حبيت ان انا اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. وبيخص الفكر الفلسفي بشكل عام، وهي فكرة الكوجيتو الديكارتي. رينيه ديكارت يعتبر يمكن من اهم فلاسفة القرن ال17، وديكارت كمان يمكن من اشهر فلاسفة فرنسا. أسس لمصطلح مهم جدا وهو مصطلح الكوجيتو. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي أنا حابب إنه نخوض فيه المناقشة اللي بتبقى مطولة بتاعتنا بتاعت كل أسبوع. ففي الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وانت هنا في برنامج الفيلسوف، ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا على طول. آه، الكوجيتو الديكارتي هو يمكن من أهم الركائز الأساسية في فكر أو في فلسفة رينيه ديكارت. حد دلوقتي هيطلع يقول لي طب ليه؟ هقول لك لان ده اللي بيأسس للفكر اللي بعديه بشكل كبير جدا. طيب في الاول كده للي ما يعرفش او مش فاهم معنى الكلمة، كلمة الكوجيتو نفسها معناها ايه؟ طبعا الكلمة هي ليها اصل لاتيني قديم. والكلمة معناها انا افكر اذا انا موجود. وده يمكن اساس المنهج التفكير اللي كان بيتسم بيه الفيلسوف الكبير ديكارت، لانه هو كان بيعتمد على الشك بشكل كبير جدا في بنائه او في تحقيقه للحقائق. لان هو طبعا كان في البدايه ما كانش مقتنع باي حاجه حواليه، ولا بالوجود بالماهيه ولا بالعالم ولا بوجود حتى الاله. حاجات كتير كان ديكارت كان في البدايه طبعا الكلام ده كان بينكر وجودها. لكن مع الوقت ومع بدايته استخدامه للمنهج ده، ديكارت ابتدى يثبت أو يبرهن بدلائل حقيقية عن كل حاجة واحدة واحدة. طبعا فكرة الكوجيتو الديكارتي مبنية أساسا على الشك. يعني ديكارت كان بيقول طيب أنا ما أقدرش أثق في أي حاجة حواليا، لكن أنا أقدر أثق في نفسي. فبما معناه يعني إنه أنا لو ابتديت أشك في نفسي حتى، فأنا هنا ابتديت أفكر، فده معناه ان انا موجود. يعني هو هنا ديكارت كان بيعتبر انه الشك ده او انه دماغه دايما في حالة تفكير مستمر، ده دليل كبير قوي على وجوده هو اساسا، قبل بقى ما يثبت وجود اي حاجة تانية. ومن هنا يمكن ديكارت كان بينتقل لإثبات الموجودات. يعني اثبات وجود العالم، اثبات وجود الاله، كده يعني. وهو كان بيشوف طبعا انه علشان يقدر يثبت كل ده كان محتاج في الاول ان هو يثبت وجود نفسه. تمام. طبعا للي يعرف كويس فلسفة ديكارت، هو ما كانش واثق ابدا في قدرة الحواس الجسدية. هو كان شاكك دايما فيها ان هي دايما بتخدعه، او ان هي دايما حاجة مش بتكون حقيقية يعني. ليه؟ لان هو كان شايف انه مش دايما الحواس بتاعتنا بتكون صح، ممكن تكون بتضحك علينا مثلا. ومن هنا هو ابتدى يفكر بشكل منطقي ازاي يثبت وجود العالم. تمام. وهو هنا بيقول طب لو العالم ده مش موجود، طب هو موجود كده وخلاص؟ طب هو انا بس اللي شايفه ولا كل الناس دي شايفاه؟ طيب ماشي، لو العالم ده فعلا موجود، هل ليه من صانع او خالق؟ ومن هنا ديكارت ابتدى طبعا يدخل في منطقة انه اثبات وجود الله كخالق رئيسي لهذا العالم. طبعا يا جماعة فكرة الكوجيتو ديكارت اتشرحت في اكتر من كتاب للفيلسوف ريني ديكارت، ويمكن من اهم الكتب اللي اتكلم فيها عن الموضوع وشرحها بشكل كبير جدا هو كتابه تأملات ديكارتية. واللي انا بشوف ان هو كان عمود اساسي في بناء فلسفته. ويمكن ديكارت بالكتاب ده او بالمصطلح ده آه، ابتدى ينور الطريق للفكر الفلسفي الحديث شوية. لان هو طبعا في القرن ال17 قرن كان مليان شك. يعني هو كان قرن مليان مغالطات كتير، سواء كانت علمية او منطقية حتى، لان هو كان في الفترة دي كانت يعني فترة شوية معتمة في تاريخ اوروبا. وعشان كده هو كان يعني بيحاول يخرج من الفترة الظلامية دي عن طريق بناء منهج بيعتمد على الشك في طريقه للوصول لليقين. وانا بشوف انه بشكل كبير ديكارت نجح في ده عن طريق المنهج اللي هو اخترعه ده،
او اللي هو اسسه، لانه بعديه كتير من الفلاسفه اللي جم بعده بنوا على هذا الفكر. خلينا بس نقول ايه اللي كان بيحصل في الوقت بتاع ديكارت خلاه يفكر بالطريقة والاسلوب ده. في الاول طبعا احنا خلينا نكون متفقين ان يمكن من اشهر الشخصيات في القرن ال17 في وقت ديكارت ده هو كوبرنيكوس وجاليليو، اللي كان ليهم علاقة بشكل او باخر بفكرة كروية الارض، وهل هي مسطحة ام دائرية وهكذا. وطبعا انتوا اكيد حضراتكم كلكم عارفين كمية الهجوم الشديد اللي تعرضوا ليه. في يعني جاليليو بيقول ان هو كان هيتم قتله يعني، بس هو قدر يعني ينجو بنفسه زي ما بيقولوا، لان هو طبعا ما كانوش الناس في وقت جاليليو كانوا معتقدين ان هو اللي بيقوله ده صح اصلا، لحد ما جت التطور العلمي ابتدى يزيد شوية ودارت الايام، وفي الاخر فعلا طلعت نظرية جاليليو عن كروية الارض طلعت صحيحة. طبعا كل الحاجات اللي انا بحكيها لحضراتكم دي هي يمكن خلينا نسميها حجر الزاوية اللي اسس عليها ديكارت فكره، لان هو كان شايف انه العالم محتاج لده. العالم محتاج لأساس منهجي يقدر من خلاله يستند على دلائل ما تكونش مزيفة، فيوصل من خلال الدلائل دي للحقيقة. ويمكن من هنا ديكارت خلى محور المعرفة ينتقل من العالم الخارجي إلى الذات الإنسانية. ويمكن حاجة زي كده بتنمي مبدأ أو فكرة الفردية، إن كل إنسان قادر بنفسه بفرضه إن هو يفكر ويوصل للحقيقة اللي ممكن تكون مناسبة بالنسبة له. ودي فكرة مهمة جدا، لأنه في الفترة دي تم الترويج لفكرة الفردية والإنسانية الفردية بشكل كبير جدا، أكتر من العالم أو اللي هو المجتمع يعني بشكل كبير. طب حد يسألني مثلا هل كان في انتقادات لفكر ديكارت ده؟ طبعا كان في انتقادات كبيرة جدا، يمكن من فلاسفة كتير جدا مشهورين. يعني خلينا نقول نسمي مثلا اسماء زي ديفيد هيوم وفريدريك نيتشه ويمكن كمان مارلبونتي. كل دول فلاسفة انتقدوا الفكر نفسه بتاع ديكارت، وقال ان هو يعني فكر لا يصلح للمجتمع في وقته. يمكن لما نيجي مثلا نفرد كل انتقاد لوحده ونشرحه كده هنلاقي مثلا انه ديفيد هيوم ابتدى وكان بيقول انه انت ما تقدرش تقول ان الذات الانسانيه بتاعتنا هي ذات مستقله، لان هي مبنيه طبعا على سلسله كبيره جدا من الافكار والانطباعات اللي احنا كبني ادمين واخدينها من قبل كده. فانت ما تقدرش تقول ان الانسان او الذات المستقله الفرديه دي تقدر توصل للحقيقه بمفردها من غير ما تكون متاثره بافكار او اراء تانية اتبنت قبلها. لما تيجي طبعا ننتقل احد يمكن من واحد من اهم فلاسفه الفكر الالماني كله هو فريدريك نيتشه، كان بيشوف كمان انه التفكير ده ممكن يكون ظاهرة، يعني مش محتاج لذات ثابتة علشان تبدأ تفكر. يعني نيتشه كان بيشوف انه التفكير هو موجود بوجود الانسان او بعدم وجوده، هو موجود لانه الانسان برضو بنفس فكرة برضو ديفيد هيوم هو مش عايش لوحده. فدي برضو يعني يمكن حاجة مهمة نيتشه حاول يضيفها او ينتقد فيها فكر ديكارت. وطبعا لما نيجي ننتقل لتالت واحد وانا بشوفه يمكن من اهم الناس اللي اتكلموا على فكرة فلسفة الجسد دي هو موريس مورلوبونتي. مورلوبونتي كان بيشوف يا جماعة انه انت اهملت بشكل كبير يا ديكارت دور الجسد في ادراكنا للعالم. هو ادرى يعني هو بيشوف انه يعني الجسد مهمل بشكل كبير في ادراكه للعالم عند ديكارت. كمان هو بيأكد على دور الحواس، انه الحواس هي النوافذ المهمة اللي بتخلي العقل يفهم او يدرك المدركات. فهو بيقول له ازاي يا ديكارت انت مش مركز لحاجة زي كده او مش مطلع عليها؟ لا طبعا الجسد مهم، ودور الحواس اهم في توضيح ماهية الاشياء. يجي طبعا دلوقتي حد يسألني سؤال مهم جدا، وهو هل الكوجيتو ده في هنا النهارده في 2025 له أهمية، ولا خلاص بقت فلسفة وحبر على ورق قديم وخلاص؟ لا طبعا الكوجيتو فكرة مهمة جدا أرساها ديكارت من زمان، وأنا بشوف إن هي لسه موجودة لغاية دلوقتي في أكتر من مجال. أهمها طبعا علم النفس، لأنه هو علم النفس مبني على فكرة الوعي، والوعي هو المؤسس الأساسي لفكرة العلاج المعرفي السلوكي. فالعلاج المعرفي السلوكي لازم يكون مبني على تفكير منهجي منظم،
ومن هو واضع هذا التفكير المنهجي المنظم غير رينيه ديكارت. فدي حاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها. تاني حاجة بشوف ان الكوجيتو برضو مؤثر فيها بشكل كبير فكرة الذكاء الاصطناعي اللي بقى موجود اليومين دول. هو يعني برضو بيناقش فكرة هل الذكاء الاصطناعي ده بذاته قادر على التفكير ولا لأ. فهو بذاته قادر على التفكير، فده معناه ان هو موجود بذاته بفرديته، ولكن في الحقيقة هو لأ، هو مش موجود بذاته، هو حد تاني أوجده، اللي هو مين؟ اللي هو الإنسان. فدي برضو فكرة جدلية مهمة جدا الكوجيتو بيحاول ان هو يعالجها. هل الإنسان قادر ان هو ينقل المعرفة للذكاء الاصطناعي بشكل كامل بحيث ان هو يكون قادر انه يعتمد على نفسه في التفكير المنهجي المنظم، ولا هيكون دايما الذكاء الاصطناعي في حاجة إلى مساعدة الإنسان والتدخل فيه؟ ويمكن كمان حاجة مهمة جدا في منطقة الكوجيتو دي، ان هو ممكن يساعدنا في الحياة اليومية ان احنا نحل مشكلات بس بشكل منظم شوية، مش بشكل اهوج او همجي او مبني على قرارات عاطفية. لا، الذكاء الكوجيتو بيساعدنا احنا كبني ادمين في الحياة اليومية العادية جدا انه انت تفكر ازاي صح. فلما تفكر صح هتبدأ تاخد قرارك بشكل منهجي ومنظم، فتوصل في الاخر لقرار صحيح مبني على العقل والمنطق مش العاطفة او الاهواء الشخصية. يمكن سؤال انا حبيت ان انا اسيبه في اخر الحلقة علشان برضو يكمل المناقشة بتاعتنا تحت في الكومنتات. هل التفكير هو الدليل الوحيد على وجودنا، ولا في حاجات تاني ممكن تكون دليل برضو اقوى على وجودنا، زي العلاقات، زي التجربة الحسية، زي المشاعر؟ دي حاجات ممكن تكون اقوى انه هي تكون دليل قوي على اثبات وجودنا. يمكن المنطقة دي ديكارت ما راحش ليها بشكل كبير، ولكن انا حابب انه انا اتناقش فيها معاكم. انا بشوف انه التفكير او التفكير المبني على الشك اللي اسسه ديكارت في القرن ال17 يمكن من اهم الحاجات الفكرية اللامعة اللي فضلت موجودة لحد النهاردة. لانه احنا بدون تفكير هنكون بدون تاريخ، هنكون بلا قرارات، هنكون سوري في الكلمة شبه الحيوانات بالظبط. ما عندكش تفكير ولا عندك وعي. ويمكن انا بشوف ان الوعي هو المميز الاكتر كمان للبني ادم عن الحيوان بشكل كبير، ان انت عندك وعي مبني على فكر. انا بشوف يمكن انه التفكير في وجهة نظر الشخصية هو اهم بكتير من التجربة الحسية، من العلاقات، من حتى المشاعر. ليه؟ لانه بدون تفكير ما كانش هيبقى فيه كل الحاجات دي يا جماعة. ومش عارف انتوا تتفقوا معايا ولا لا، بس برضو يعني محتاج اسمع رأيكم تحت في الكومنتات ونتناقش كالعادة يعني. لانه الانسان بدون تفكير مش هيكون قادر يبني علاقات، مش هيكون قادر ان هو يدرك بحواسه الاشياء، مش هيكون حتى قادر ان هو يطور من نفسه. كل ده بدون تفكير هو لا شيء. فانا بشوف انه التفكير هو الاساس المتين اللي عليه اتبنى كل وجود البشرية. طبعا دي كانت كل حاجة حبيت ان انا اطرحها على فكرة الكوجيتو الديكارتي. طبعا فلسفة ريني ديكارت مش بتتلخص في ده، بالعكس هو ليه فروع كتير في فلسفته نقدر ان احنا نتناقش فيها في حلقات جاية كتير. لكن اكتب لي تحت في الكومنتات ايه رأيك في الحلقة النهاردة. وفي نهاية الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، لان ده بيدعمني في الاستمرار وفي ان انا انشر محتوى يكون مفيد ليكم كلكم. وفي النهاية اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.